اهلا وسهلا. وانا سايقه في طريقي كده جات لي خاطره ان لما عربيه تقف او تبطأ او تتعطل شويه او كذا، بيحصل ان العربيه اللي بعدها على طول بتحس ان هي اتلجلجت كده، وبتبقى مش عارفه تتصرف ومش عارفه تتحرك ويعني مبطئه، بالرغم حتى ولو هي مستعجله العربيه اللي بعدها يعني مستعجله وهكذا. انما اللي بيتحرك مين؟ تالت عربية. يعني أول عربية بدأت تبطأ لسبب ما، لأي ظرف من الظروف، العربية اللي بعدها آه، تبدأ تهدي علشان هي مش عارفة تتصرف ازاي، مش عارفة تعمل ايه، تتلجلج، تتلخبط، تبتدي تقف تفكر انا عايزة ادخل يمين اخد شمال، اطلع من العربية دي ازاي، وهكذا. تالت عربية بقى بتقوم واخدة بعضها وتتحرك، يعني بيبقى قدامها وسع وبراح كده ومسافة علشان تاخد قرار ان هي تتحرك. فاحنا في حياتنا محتاجين ان احنا نعمل كده. اول ما يحصل ان في عائق من العوائق او اي حاجة حصلت وقفتنا في طريقنا لخطواتنا لهدف معين مثلا او كذا، اللي يحصل ان اول خطوة بعدها على طول بتعطل، بتتلجلج، بنبقى احنا مش عارفين ناخد قرار نعمل ايه دلوقتي، المواقف او الظروف اتغيرت وهكذا. فبيبقى الحل هنا ان انا ابص او اراجع على اهدافي واعدل فيه، ويبقى فيه مرونة في تحقيق الاهداف ديت، اعدل فيها بما يناسب الظروف الجديدة، او العائق اللي موجود في حياتي دلوقتي جديد وهكذا. وابص نظرة عامة اللي هي اسمها نظرة من الطائرة وهكذا. وبكده اعرف انا خطوتي اللي جايه ايه، فتبدا الخطوه اللي هي الاخرانيه. يعني احنا كاننا بنجيب، احنا الاولاني ده عطل واللي بعده على طول اتلجلج مش عارف يتحرك، فاحنا نقوم جايبين من الاخر للاول تاني علشان نعرف نوصل للهدف بتاعنا او الخطوات، نعرف نجيب الخطوات المثاليه للمناسبه للظروف الحاليه اللي احنا اتحطينا فيها. فاحنا دلوقتي لما عائق يجي نعمل ايه؟ نبص احنا عايزين نوصل لفين، وايه اول خطوه انا اقدر اخدها عشان احقق المكان اللي انا عايزه اوصل له ده، وابتدي اتحرك بخطوات بسيطه. اتفقنا؟ سلام.